السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. فيديو كنا وعدناكم بيه وما زلنا بنوفي إن إحنا بنخلي فيديو كل أسبوع ما بيبقاش فيه معلومة قانونية قد ما يكون بيميل للجانب التوعوي. يعني إحنا بنقوله للإرشاد والتوعية، مش ان انا بجيب لك نص ماده او قانون فبقول لك لو عملت كذا هيبقى كذا، رغم ان الموضوع اللي هنتكلم فيه قانوني بحت. النهارده حدود الله اصبحت ان انت بتجامل بيها. الرسول عليه الصلاه والسلام بين صحابته فيما معناه الحديث عشان ما اخطاش يعني، فقال اولا انبئكم بثلاثه، يعني ثلاث حاجات وحشين قوي صعبين دينيا ما ينفعش تعملهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان يعني اتعدل من مجدعه كده، كان متكئ وقال 3 مرات الا وشهاده الزور. النهارده اذا لما يجي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحط لك شهاده الزور جنب عقوق الوالدين وجنب الشرك بالله، يبقى ده اكيد حاجه منتهيه، مش محتاج ان انت تروح تجامل واحد جارك بيها او تجامل واحد صاحبك بيها، او تروح والنبي صاحبك عنده قضيه فتقول لي انا هاخد لك راح اشهد معاك عشان ابوظ لك القضيه. انت بتجامل مين وعلى حساب مين وبتحارب مين؟ انت النهارده قبل ما بكلمك انا بكلمك ان انت خليك خد الجانب انك بينك وبين ربنا. انت لو ما كنتش شايف الحاجه بعينك وهتشهد باللي انت شفته ما تشهدش. انما انت بتشهد على اي اساس؟ بتشهد مجامله؟ بتشهد عشان قرشين؟ القرشين اللي انت خدتهم دول على اي اساس هينفعوك لما انت فيهم حربت الله سبحانه وتعالى؟ ده حديث رسول الله اللي انت حاجه دينيا مش هيبارك لك ربنا فيهم. والحاجه الثانيه ربنا هينصر خصمك لان انت جاي تشهد زور. فانا النهارده بقول لك، انا النهارده اكلمك في الفيديو اللي هيجي باذن الله تعالى، هكلمك انت هتوصل لعقوبه ايه. لو الشخص اللي قدامك شخص قانوني ويعرف يستخدم القانون، انا هقول لك هو هيستعمل القانون ازاي معاك في شهاده الزور. ولكن انا بكلمك بجانب الديني دلوقتي. اتقي ربنا قبل ما تدور على انك تموت حق واحد على حساب انك انت تجامل. مش هنقول ان انت واخد فلوس، رغم ان هي كلها ماشيه بالفلوس في شهاده الزور، لا، بس انا بقول لك انت يعني طول ما انك ما شفتش حاجه خليك محايد. خش اعمل قاعده فيها صلح، اتكلم ما بين الناس انك انت تخلص موضوع، لكن ما تفكرش ان انت تروح عشان تموت حق واحد عشان واخد لك قرشين. ده انت هتحط نفسك تحت طائله القانون، هتتعب. فالفيديو اللي جاي هقول لك هتتعب ازاي في شهاده الزور بالقانون. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه جديده.